إذا سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج عبور. عبور لهذه الحلقة هذه غنستضيفوا فيها فنان مبدع، فنان كلمة وأيضا النغمة. فنان اللي بدا من معاناة، بدا وحنا كنقولوا دائما إلا ما كانتش المعاناة ما كاينش إبداع، ما كاينش فن حقيقي. الفنان ديال اليوم نصادفوا جميع سي عبد الرحيم شهاب، مرحبا بك برنامج عبور. مرحبا، تحية للمشاهدين الكرام في هذا البرنامج الشيق برنامج عبور، وتحية خاصة للجهاز أو الطاقم التقني اللي كيصرف هذا البرنامج الجميل أيضا، وتحية خاصة لكل المشاهدين. شكرا لك سي عبد الرحيم. اولا غادي نبداو بواحد البطاقه فنيه، من هو سي عبد الرحيم شهاب؟ عبد الرحيم شهاب من مواليد مدينة اليوسفية تاريخ 1966. حطيت الرحال بمدينة الجديدة في سنة 86، وتقريبا من تماك بدات الانطلاقة الفنية والهم الثقافي والفني. سي عبد الرحيم شهاب، كيف ما كنعرف انا شخصيا، ايضا من غير الموسيقى اللي غنتكلموا عليها، كان زجال، كاتب الكلمه الهادفه الزجاليه، وايضا عاشق لموجه من موجات الزمن الجميل، هي الموجه الغيوانيه، واللي اسستي من بعد الفرقه اللي غادي تسمى حال الغيوان. وانطلاقه كانت من هنا، نبداو بهذه الانطلاقه من الزجل الى الموسيقى. صح، كان الشغل الشاغل في البداية هو المسرح والسينما، إلى بالإضافة إلى الزجل. كان شغلي الشاغل هو المسرح. كان في عام 1986 استضفت بواحد الزميل أو صديق مخرج بالرباط في إحدى المسرحيات كانت هناك في مسرح محمد الخامس، ودار بيناتنا حوار جميل أيضا، وحكى لي على مدينة الجديدة بحكم أنها كانت في هذيك في العهد الذهبي كانت زاخرة بالعطاء المسرحي آنذاك. قلت له أنا راه من المهتمين بالمسرح. قال لي أنت من الجديدة؟ قلت لي وي أنا راه في الجديدة هذه سنوات وأنا في الجديدة. قال لي علاش ما تمشيش وتلتحق بإحدى الجمعيات بمدينة الجديدة؟ قلت لي أعطيني شي جمعية. اللي مشيت تما أعطاني الاسم ديال جمعية البعث للمسرح والسينما. اييه، التحقت بجمعية البعث للمسرح والسينما في عام 1990. بديت مع الجمعية كمنخرط، ثم كعضو داخل المكتب، ثم كنائب الرئيس لجمعية البعث للمسرح والسينما. هنا بدات الانطلاقة، هنا ولا الأفكار كلها اتجهت نحو المسرح، وكان واحد الحب كبير نحو الكلمة الهادفة والجادة آنذاك. وبطبيعة الحال كانت جمعية البعث من بين الجمعيات الجادة والهادفة في الأعمال صحيح، الفنية اللي قدمت آنذاك في مسرح الهواة، كانت هي اكثريا ملتزمه يعني. صح. ومن ثم الإخوان في جمعية البعث قالوا علاش يا أستاذ اللي ما تحاولش دير واحد إن اسوسياسيون أخرى ديالك تفرغ في هذاك الجانب الفني ديالك ديال الموسيقى الخاص بك. تماما. من هنا خرجت جمعية حال الغيوان للثقافة والفن. صحيح، هنا أسست مجموعة. صحيح، هنا المجموعة، والبداية ديال المجموعة تأسست آنذاك في مدينة الرباط. البداية أو الفكرة جات كان هذيك الساعة معايا واحد الأخ اللي هو سميتو الأخ بالعبار عبد الواحد الله يرحمه، كعازف آلة بانجو. وكان معايا مصطفى إليس راه باقي الآن برفقة الإخوان ديال مجموعة السهام إلى آخره. ومن تما بدات الفكرة، غناخذ آلات من تما وغنجي الجديدة. صافي أنني صافي خديت الماتيريال من تما وجيت لهنا أسست المجموعة. أسست إلى رفقة الإخوان هنايا، رفقة الأخ ديالي الأصغر مصطفى. بدينا هنا كنحاولوا نشاركوا في أمسيات ثقافية في دور الشباب هنا في مدينة الجديدة. بدات الفكرة صافي حتى مشينا في المشوار الفني آنذاك، وحاولنا نديروا كلمات حتى حنا بحال المجموعات، وهذا من هنا بدات الانطلاقة. على ما شفت انا، لانه حضرت البدايه ديال الفرقه او ديال الجمعيه في مدينه جديده، السهرات اللي كانت، بعد ذلك غادي تجي يمكن النضج ديال الفرقه ديال حال الغيوان، وجات واحد الانطلاقه ثانيه غنتكلموا عليها فيما بعد. ولكن كاين سؤال اللي كيطرح دابا الشارع، هو هاد المجموعات
الغيوانيه اللي تعرف بها المغرب في بدايه السبعينات بدات كتندثر او لا تفرقات او لا الناس الاولين توفاو الله يرحمهم. جا جيل اخر خدا المشعل. واش مازال حنايا الجمهور يعني كيسول واش مازال حنا باغيين نسمعوا او لا باغيين نواكبوا الاجيال الجديده من الظاهره الغيوانيه؟ هو الاغنيه الهادفه بصفه عامه تراجعت واحد تراجع كبير تقريبا، بحكم ان الشباب الان باغي غير يتصنت الاغاني الخفيفه وما باغيش يبقى يسمع واحد 4 مينيت 5 مينيت، باغي هو غير 2 دقائق في الاغنيه وموسيقى الكترونيه موسيقى حديثه وخفيفه. هذا ما دعا الى ان المجموعه تراجعت، المجموعه اللي باقا متشبعه بذاك الفكر القديم وبديك الالحان القديمه الى اخره. هنا لو بغيتي تقول بحال الناس اللي جابوا هذا الفكر ديال الفكر المجموعاتي ما قدروش باش يواكبوا مع الجيل الحالي، ما طوروش وهذا مشكل. هذا مشكل في حد ذاته. وهناك السؤال يتفرع الى شقين. كاين واحد الطرف او واحد الشريحه من المثقفون اللي عاشوا مع الاغنيه الهادفه انذاك في العهد الذهبي في الزمن الماضي، كيقول لك اودي احنا بغينا نشوفوا الاغنيه الغيوانيه بنفس الطريقه وبنفس الالحان وبنفس الشكل، بنفس التقليدي اللي كان. وهناك من له افكار، يعني افكار متطوره فكريه وكذا، كيشوف الاغنيه خصها تزيد لقدام، كيقول لك اودي لا خصكم تطوروا، خصكم يجب اضافه بعض الالات او توزيع جديد أو لتطويرها لتتماشى مع العصرنه. صح. وهذا مشكل في الحقيقه اللي خص الانسان ينتبه هنا. خص الواحد خصو يعرف، خص من الرواد الكبار ديال الاغنيه الهادفه خصهم يلتفتوا لهذا المشكل، هذا الجانب، لانه هذا جانب مهم جدا. صح. لكي تصل الاغنيه الهادفه الى الشباب الحالي. صح. تواكب العصر، اللي تواكب العصر تماما. صحيح. تقريبا صحيح. والمواضيع تقريبا راه المواضيع على ما اظن ان المواضيع التي يجب تداولها الان راه تقريبا مواضيع تقريبا جاده اكثر بكثير من المواضيع اللي كانت. هناك ما يقال في مواضيع صحيح. عديده الان. صحيح. يعني بالنسبه للكلمه او للشعر او للزجل اللي غادي تغنى عليه الاغنيه الهادفه، الان اصبح يعني المواضيع كلها موجوده وعندنا فاش نهضروا وكاين الخير، ولكن نمشيو للانطلاقه ديال السي عبد الرحيم شهاب من بدايات حال الغيوان، او بدات كتبرز مجموعه حال الغيوان الى الانطلاقه الى مجموعه اللي هي اكبر وطنيا ودوليا، ناس الغيوان علال. كيفاش جات الفكره في الاول وكيفاش كتعيش المجموعه حاليا؟ هو الفكره هو مجموعه حال الغيوان اجتهدت، ما غنكروش، مجموعه حال الغيوان اجتهدت بكل عناصرها من جانب الالحان والابداع وتقريبا والاصدقاء حنا كنا نعيش كاخوه داخل الفرقه. هذا هو الجانب الوشيجه الحميميه والصدق بيناتنا. هذا هو اللي خلى المجموعه انها تزيد لقدام وتعطي تقريبا دابا راه عندها تقريبا اكثر من 12 او 14 قطعه اللي مليوحه الان في القنوات ديال اليوتيوب وكذا. يعني المجموعه مشات في هذا الجانب وعطات الشيء الكثير وتحدثت على مواضيع جميله جدا، تحدثت عن البيئه، تحدثت عن القدس، تحدثت عن القضيه العربيه. المجموعه لها افكار وطموحها بعده اشياء لايصالها للجمهور المغربي او العربي. وحينما حال الغيوان انا اقول اجتهدت لانها وصلت تقريبا شاركت في عده مهرجانات وطنيه ودوليه. وبحكم ان المجموعه برزت في الساحه من هنا ناس الغيوان علال ربما كان تغيب عنهم واحد العنصر اللي كان مشى وكان خاصهم الصوت، خاصهم اللي يعوض ذاك الصوت انذاك. ايوا هما الاخوان دخلوا القنوات الفضاء الازرق، ايوا لقاو كيقلبوا كيصنتوا الاغاني كذا. تم الاتفاق على مجموعه حال الغيوان بان راه فيها واحد الصوت خصنا نتشاوروا معاه الا قدر يلتحق بمجموعه ناس الغيوان علال. تمت المنادات عليه الى الفرقه وبكل صدر رحب. وكان صراحه كانت مفاجاه لي بالنسبه لي انا نلتحق بمجموعه كناس الغيوان. ليس من السهل ان تقف الى جانب بوعلال. كما تعرف ان بوعلال من الاهرامات الكبيره ديال الظاهره الغيوانيه، بحال بغيتي تقول العمود الفقري لمجموعه ناس الغيوان.
بابداعاته الفنيه، انسان اكاديمي وقارئ السولفيج، استاذ ديال السولفيج بامتياز، ضليع في تحليل المقامات. ليس من السهل الوقوف بجانب بوعلان. صحيح صحيح. هذه من ناحيه. ومن هذا المنبر كنبغي نحيي الصديق والزميل عبد الرحمن الزويحي اللي كيسهر على الالحان بواحد التقنيه كبيره الى جانب رضوان الريفق. هادو من اعضاء مجموعه الناس الغيوان علا اللي كيسهروا على هذه التجربه الفنيه بواحد الحب وبواحد الشغف كبير. كنعرف بانه كانت عندكم جوله مؤخرا باوروبا، وبالتحديد يمكن صحح لي الغلط الديار البلجيكيه. صح. كانت عده سهرات بالديار البلجيكيه لاقت نجاح كبير من طرف الجاليه ومن طرف ايضا الناس ديال بلجيكا جميع. شفت بعض لقطات ديال السهرات، كان نجاح مبهر وملفت ايضا. كيفاش تكلم لنا على هذه الجوله؟ صراحه جوله جات، كنا نسقنا لها قبل كورونا وكانت مشاكل، وكتعرف كانت الحدود محبوسه الى اخره، كانت مشاكل ديال الوباء وهذا. من بعد فتحت الحدود تم الاتصال بالمجموعه وبالاخ رضوان باش نمشيو لبلجيكا الديار البلجيكيه. كانت سهره تقريبا جميله جدا، بحيث ان الجمهور المغربي وحتى الاجنبي كاين اللي ما كيفهمش كاع لي بارول ديال المجموعه، ومع ذلك مشى مع الريتم ومشى مع الاغنيه. الموسيقى اصلا هي هذيك الموسيقى كتحسها بحال موسيقى روحيه، يعني صح. ما تفهمش كلمات ولكن غادي تتفاعل مع الموسيقى. صح. كاين واحد التجاوب كبير من طرف الجاليه المغربيه هناك في الديار البلجيكيه، لا في انفيرس ولا في بروكسل. ومن هذا المنبر كنشكر كاع الاخوان اللي ناضلوا من اجل ايصال المجموعه الى الديار البلجيكيه، من جمعيه دارنا وواحد المجموعه ديال الاخوات والاخوان اللي سهروا على هذا البرنامج هذا. اذا فعلا كانت جوله ناجحه. كنتمنوا ان شاء الله مجموعه الغيوان علال باش ترجع الجوله ديالها في اوروبا، لانه انا عرفت بان كاين بزاف ديال الطلبات تلقاتها من فرنسا، من عده دول باوروبا وايضا بامريكا. نتمنوا لكم ان شاء الله الجوله تكون ناجحه اكثر واكثر واكثر. سي عبد الرحيم، بغيت نسولك على الانترنت واش افاد عبد الرحيم، كندوي معك شخصيا، واش افاد عبد الرحيم شهاب بشي حاجه او لا؟ كان يعني دخلنا ليه وما لقينا فيه والو وما عرفناش شنو نديروا هذه؟ لا بالعكس، التكنولوجيا تطورات، يجب على الانسان يتطور حسب المكونات وحسب القدرات اللي عنده. لا تكنولوجي من ناحيه الانترنت ساهمت بشكل كبير في نجاح التواصل مع المجموعه، لا حال الغيوان ولا ناس الغيوان علاه، بواحد الشكل كبير اللي ضم مجموعه من الاصدقاء ومجموعه من الصديقات للاتصال بالمجموعه وضبط بعض الاشياء اللي هناك، بعض البرمجه داخل او خارج الوطن. يعني وفرت الوقت تماما. وحتى التسجيل دابا حاليا كنسجلوا غير تقريبا الا كانوا الاخوان فرنسا رضوان فرنسا، حنا كنسجلوا هنا وكنكومبوزيو وكنخليوه هو كيشتغل على التقنيات الصوتيه بفرنسا. يعني سهل لكم حتى المهمه بالنسبه للالحان والتسجيل على ما كيتقال. يعني بعض المرات كيقول لك اودي التكنولوجيا هذه ساعدت بعض المتطفلين، وبين قوسين يعني بعض المتطفلين على الموسيقى، ولاو حتى هما كيزاحمونا في السوق صح. راك واش كاينه هذه ولا لا؟ صح. هو الساحه راها مفتوحه على مصراعيها، واللي كيقول كيف يقول المثل اللي عنده الصح يزيد. صح. هذا الشيء اللي كاين. راه كاع اي واحد غادي يدخل الانترنت، ولكن راه كيبقى الانسان. الفن هو مستوى اولا، هو ذوق وهو مستوى. الفن هو ذوق وهو مستوى. الانسان اذا كان قاري وواصل كيبقى مستوى، الا ما كانش قاري وما واصلش راه كيبقى ليه ذوق، كيذوق واحد الشيء كيعجبه وكيقدروا. هذا الشيء اللي كاين. يعني كيبقى المتلقي هو اللي خاصو ما يشجعش التفاهه. صح. خاصو يشجع الحاجه اللي هي عنده مسؤوليه، واش يشجع الجاد ولا يشجع الغير الجاد. صحيح. سي عبد الرحيم، كيفاش كتشوف لنا دابا الساحه الفنيه الموسيقيه وخصوصا اصحاب الظاهره الغيوانيه في المغرب؟ هنا الان في المغرب حاليا كاين واحد نقولوا قفزه نوعيه ثقافيه، بحيث ان ولاو واحد المجموعه ديال الملتقيات الثقافيه وواحد المحطات كمهرجانات وطنيه ولات قاره، بحكم المهرجان اللي كيكون في الشمال دابا، مهرجان ديال مارتيل، هناك مهرجان في طنجه، مهرجان في شفشاون، مهرجان في العرائش، مهرجان مراكش، مهرجان مراكش،
احنا هنا بحال الغيوان كنديروا مهرجان مهرجان. مزاكا للاغنيه مزاكا. الغيوانيه. القنيطره تقريبا ولاو الناس التفتوا للاغنيه الهادفه ورجعوا الأصل. يرجعوا للاصل، لا من حيث الموسيقى الجاده الاغنيه الغيوانيه ولا من حيث المسرح. حتى المسرح الان راه رجع بواحد الرجوع، على ما اعتقد انه راجع بواحد قوة. الكم هائل وبواحد القوه بالعطاءات تقريبا كبيره. هذا الشيء مزيان كيبشر بالخير. صح. كاين واحد السؤال هذا حتى هو شخصي، واش ما يمكنش تشوفوا شي مره السي عبد الرحيم شيهاب ممثل مسرحي؟ رجعوك الذكريات ديال المسرح. مرحبا. وهاد التجربه انا غنرجع، انا ما كننساش. نرجع بك للسؤال الاول. انا قلت لك عشتي التجربه قبل؟ عشت التجربه المسرحيه ودخلت الميدان الثقافي اولا على قبل المسرح، يعني المسرح كان هو شغلي الشاغل من البوابه. احب المسرح بجنون. هادشي اللي سولتك انا، صدق. هادشي اللي سولتك. وانا بديت تجربه بجمعيه البعث وتدربت الى جانب الاخ عاطف، وتدربت مع الاخ زهير بوشعيب كمخرج وكاتب مسرحي، والى الاخ الصديق رشدي، والى الاخ عبد الرحمن وجنان، واحد مجموعه من الاصدقاء. ومن ثم حاولت ثاني ملي كانت الجمعيه توقفات انا ذاك واحد الوقت، حاولت نشتغل مع السي مصطفى بوعسريه كمخرج وككاتب مسرحي. اشتغلت معه واحد اللحظه في تدريبات على واحد العروض، بعد العروض المسرحيه المصغره او صغيره. هذا شغلي الشاغل. بالعكس انا مفتوح، الوقت اللي يحتاجني اي حد في اي نص مسرحي انا موجود على اتم الاستعداد. اذا دابا نعتبروا راه كاين البادره وباغي ترجع ان شاء الله. مرحبا بك. ايضا السي عبد الرحيم شيهاب، مره اخرى كنشكروك على رحابه الصدر ديالك، على التقبل ديال هذه الدعوه هذه. شي سؤال كنتمنى نسوله لك ونسيناه؟ السؤال هو كنتمنى من مدينه الجديده ان تفتح الابواب الثقافيه والفنيه لهذا الشباب اللي هو في حاجه ماسه. المهرجانات تقارب مدينه الجديده. كل مدينه في المغرب لها البصمه ديالها الخاصه. الصويره عندها مهرجان قناوه، اسفي مهرجان العيطه، الدار البيضاء عندهم البولفار. اي مدينه عندها مهرجان. مدينه الجديده تفتقد الى المهرجانات الوطنيه الكبيره لتضم الشباب، اللي تفجير الطاقات، اللي تفجر ذاك الكبت الثقافي والفني اللي عنده. صحيح. اذا ان شاء الله نتمنى باش تكون هذه الرساله او هذا التساؤل وصل للناس المعنيين، باش يكون عندنا مهرجان فني جديده موسيقي قار يضم هاد الشباب اللي غادي باش يفجروا الطاقات ديالهم، باش نشوفوا الابداعات ديالهم ان شاء الله. سي عبد الرحيم تبارك الله عليك. الحلقه ستذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نرجو الموافقه ديالك. نذيعوها. اذا شكرا سي عبد الرحيم شيهاب، مره اخرى عضو مجموعه الغيوان علال، وايضا مؤسس مجموعه حال الغيوان بمدينه الجديده. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله. شكرا.